لو لسه بتفكري تعجني وتفردي عشان تعملي فطير شرقي، يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده هنعمل فطيرة الجلاش السريعة بدون عجن وبدون مجهود، والنتيجة فطيرة مورقة وطرية من جوه ومقرمشة من بره، بطعم يتفوق على فطائر المحلات. خليكي معايا عشان تعرفي سر التوريقة الخطيرة. ووصفتنا النهارده هي الحل المثالي لغدا سريع أو عشاء خفيف. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا ازاي هنعمل احلى فطير الجلاش. يلا بينا نصلي على النبي ونبدأ مع بعض. اول حاجة جبت طاسة ونزلت كده بمعلقة سمنة بلدي عشان تدي اللحمة طعم في منتهى الروعة. وبدأت كده ايه اسخنها شوية، ونزلت ببصلتين متوسطين فرماهم فرم متوسط، وبدأت اشوح فيهم بالطريقة دي لحد ما لونهم كده يبتدي ايه يطلع ريحة البصل الخطيرة. بالطريقة دي هتعملي احلى فطيره جلاش بمقادير بسيطه جدا وفي منتهى الروعه. هنزل دلوقتي بربع كيلو لحمه بلدي، ربع كيلو بس، هتطلعي اجمل صينيه هتاكليها في حياتك. نبتدي بقى كده نشوحها مع بعض لحد ما لون اللحمه كده يفتح ومبقاش فيه اثر خالص للون الاحمر دوت. هنبتدي نشوحها كده بالطريقه دي وتبداي تضغطي عليها بسيط بالطريقه دي. شايفين يا جماعة؟ دلوقتي أنا معلية النار خالص، ودي خطوة مهمة. لما تيجي تعملي لحمة معصجة لازم النار تبقى عالية. طب ليه؟ عشان اللحمة ما تجيبش ميتها معاكي خالص. تعمليها بالطريقة دي، وتقدري تحطي اللحمة المفرومة الأول وبعد كده تحطي عليها البصلة. دي طريقة برضو. وفي ناس بيحبوا يعملوا البصلة وبعد كده تحطي اللحمة المفرومة. ليكي حرية الاختيار في الطريقتين، يا تحطي اللحمة الأول يا تحطي البصل الأول، الاتنين بيدوكوا نفس النتيجة. نبتدي كده مع بعض كده نضغط على اللحمة الحمرا دي بالطريقة دي لحد ما لونها يفتح معانا، وهتدوقي احلى لحمة معصجة تعملي بيها اي صواني. طب ليه ما حطيناش قوطة على دي؟ اوعي تحطي عليها قوطة. طبعا اي مكرونات بشاميل او صوص بتحطي فعلا قوطة، لكن لما تيجي تعملي الجلاش او اي صواني زي دي بتبقى عاملة زي الوايت صوص، ما بتحطيش عليها خالص طماطم معصورة ولا مبشورة. شوحي كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة لونها ابتدى يتغير معانا ازاي ويفتح معانا بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي. دي اللحمة بعد ما استوت معانا ولونها فتح بالطريقة دي ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي. يلا بينا دلوقتي. معانا فلفل اخضر، تقدري تحطي فلفل الوان اصفر واحمر او اخضر زي ما انت عاوزة. انا حاطة قرنين صغيرين، وهبتدي بقى كده اشوحهم مع اللحمة المفرومة ونبتدي نقلبهم كويس بالطريقة دي. برضو الفلفل ده اختياري، بس فعلا بيدي طعم حلو قوي لأي تعصيجات معاكي. يلا بينا دلوقتي هنبتدي مع بعض. بعد ما شوحنا كده هننزل بالتوابل. معانا نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، معايا رشة قرفة ورشة جنزبيل. هننزل بيهم بقى وكده خلاص هنقلبها قلبتين. وهنشيل مع بعض دلوقتي نركنها على جنب لحد ما تستهدى معانا خالص، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يلا نركنها بقى مع بعض. هنا دلوقتي معايا لفة جلاش كانت مركونة في الفريزر. حتى لو عندك لفة جلاش مقطعة مفيش أي مشكلة خالص. أنا قسمتها نصين كده وهبتدي كده أعمل شرايح رفيعة على قد ما تقدري بالطريقة دي، واحدة واحدة. مش شرط تجيبي لفة جلاش صبحة، زي ما اتفقنا لو في واحدة مركونة عندك تقدري تعمليها بالطريقة دي. ما ترميش أي حاجة خالص، هيديكي نتيجة زي الفل. حتى لو مهرية هتقطعيها بالطريقة دي. شايفين؟ هتعمليها حلقات كده اهوت بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ اهي. ونبتدي بقى دلوقتي ايه نقطع بقية كمية الجلاش حلقات حلقات رفيعة زي ما اتفقنا، يعني حوالي نص سنتي كده بالطريقة دي. شايفين؟ سهلة جدا وخطيرة ويديكي نتيجة في منتهى الروعة. تقدري تعمليها سليمة زي ما انت عاوزة، بس لو عندك لفة مقطعة تعمليها بالطريقة دي. يلا بينا دلوقتي هنبتدي نفردها كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة نفس الشرايح كلها مقاس واحد ازاي؟ اهي بالطريقة دي. ولو حبيتي تجيبي نوايا كويسة للجلاش مفيش أي مشكلة خالص. معايا كده طاجن صغير أو صينية دهنها دهنة كده سمنة بسيطة، وهبتدي دلوقتي هنزل بنص كمية الجلاش. تفرديها كده وتضغطي عليها تحت بالطريقة دي. شايفين؟ جميلة وخطيرة وفي منتهى الجمال وسهلة، مش هتاخد منك وقت خالص. دلوقتي هنزل بالعصاك كده في النص. شايفين يا جماعة؟ خطيرة وتعمليها سهلة جدا عشاء وانتوا قاعدين كده بالليل، تعمليها غدا مفيش أي مشكلة. جنبها شوية بطاطس محمرين، جنبها حتتين بانيه، مفيش أي مشكلة خالص. اهي وزعنا كده
كل العصاج بالطريقة دي، وهنزل ببقية كمية الجلاش الشرايح اللي احنا عاملينها. تقدري تعمليها زي ما اتفقنا. هنضغط كده على خفيف، وانزلي كده ببقية الكمية كلها ووزعيها في الصينية كلها بالطريقة دي. ضغطة خفيفة. شايفين يا جماعة؟ خفيفة وسهلة، مش هتاخد منك وقت خالص، مكوناتها سهلة جدا. مفيش حد فينا ما عندوش لافة جلاش في الفريزر. يلا بينا دلوقتي مع بعض نعمل احلى تشريبة. معايا كوباية لبن هنزل بيها، لبن عادي كامل الدسم، مفيش اي مشكلة خالص. هننزل بيها. ومعايا دلوقتي يا اما بيضة كبيرة يا اما بيضتين صغيرين زي دول. هنزل ببيضتين صغيرين بالطريقة دي. ومعايا دلوقتي نص معلقة صغيرة خالص بيكنج باودر، بتفرق جدا. ومعايا دلوقتي علبة صغيرة زبادي يا اما حوالي 3 معالق مليانين، هتنزلي بيهم بالطريقة دي. ومعايا نص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، هنزل بيهم. ومعايا ربع كوباية زيت على سمنة، تقدري تعمليها يا سمنة خالص يا زيت خالص، بس فعلا الزيت على السمنة بيدي توريقة في منتهى الجمال. الزيت ده سر التوريقة اللي بتشوفوها في الجلاش. هننزل بيهم ونبتدي نخلطهم كويس جدا. هندوبهم بالطريقة دي، احلى تشريبة وهيدي معاكي توريقة في منتهى الجمال. قلبي بس بالطريقة دي عشان المكونات كلها تختلط مع بعض. يلا بينا دلوقتي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وعلى طول على الجلاش وتنزلي بيه بالطريقة دي، واحدة واحدة كده اهوت، وتوزعيه على كل الجلاش ومن الجوانب بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ بيتكلم عن نفسه اهو. دخلي بقى كده كل الصوص في الجوانب. معانا دلوقتي زيتون اخضر، زيتون اسود مخلي، مفيش اي مشكله. اسمها فطيره الجلاش، فلازم نحط شويه حاجات كده على الوش تديكي شكل في منتهى الجمال. هننزل دلوقتي معانا جبنه موزاريلا، عاوزه تحطي جبنه رومي شيدر براحتك. انا حطيت حوالي كوبايه جبنه موزاريلا بالطريقه دي، وزعيها على كل الصينيه. بتفرق جدا في الشكل وفي الطعم وفي اللون، حاجه في منتهى الجمال. نزلت بيهم كده بالطريقه دي، جميلة وخطيرة وسهلة جدا، مش هتاخد منك وقت والله خالص. يلا بينا دلوقتي مع بعض. معايا دلوقتي قرن فلفل اخضر، تقدري تعملي حلقات او شرايح بالطريقة دي. تقدري تحطي فلفل الوان، مفيش اي مشكلة. الفطيرة دي تقدري تعمليها بلحمة مفرومة او تقدري تعمليها بفراخ مفرومة، لو عندك صدر فرخة تفرميه، مفيش اي مشكلة خالص. او جبن خالص، او تقدري تعمليها بلانشون، او تقدري تعمليها ببسطرمه. يعني الحشوات دي زي ما انت عاوزه. تقدري تعمليها بالبطاطس. يلا بينا هندخلها الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 180. هتقعد معانا تلت ساعه وتحطيها تحت الشوايه، وارجع لكم تاني. فين شكلها بعد ما طلعت عامله ازاي؟ جميله وطريه وهشه وفي منتهى الجمال. يا ريت تكون وصفه النهارده عجبتكم وقدرت ابسطها لكم. طريقه عمل فطيره الجلاش السريعه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوه مع أصحابكم اللي بيحبوا الأكلات السريعة. وطبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة أسهل بإذن الله. مع السلامة.